والسماء سماه. سل آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا لما بالطوفان نجاه، وسل إبراهيم لما برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل لما فداه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق الإله رؤياه، وسل داود لما ألان الله الحديد بين يداه، وسل سليمان لما سخر الله له الطير والسباع والهوام فلم تعصاه، وسل موسى لما أمر أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى طفلها الرضيع فنطق بقدرة الله وقال إني عبد الله. بل سل الكون كله ستعلم أن الكون كله يوحد الله. واشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. سل العزول وسل هل عابه في الحق عائب، سل صناديد قريش، سل الشهداء من الصادق ومن الكاذب، سل المسجد الأقصى وقرآنه الرسل تسمع والملائكة مواكب، سل الناس عن حبهم والناس فيما يعشقون مذاهب، سل عن محمد العطر وشذاه صلى عليه، سل عن محمد العطر وشذاه، سل عن محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجذع وما أبكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، سل عن محمد هل سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، سل عن محمد الكون كله ستعلم أن خير من مشى على الأرض هو محمد رسول الله. لذلك كفى أن من صلى عليه صلى عليه الله. أحبتي الكرام، الشيخ محمد ربنا يبارك فيه يعني اختار آيات من أعظم آيات القرآن وأنهى قراءته بسورة آل عمران، وعاد وقرر في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. قال العلماء في هذه الآية اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كلنا حاجة جميلة. يقول النبي محمد أنا أعرفكم بالله. أكتر واحد عارف ربنا هو النبي، فقال أنا أعرفكم بالله وأشدكم منه خشية. فمن عرف الله أحبه ومن عرف الله خافه. الإمام النووي بيعلق على الجملة دي بيقول ازاي الحب والخوف الاتنين يجتمعوا في وقت واحد. انت لما بتحب حد بتأمن له، صح؟ انما لما بتحب حد ما بتخافش منه. فكيف يجتمع الحب والخوف في آن واحد؟ قال النووي فأما حبه لله
ليسأل ربه ما عنده وما عند الله غالي. ألا إن سلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة. طيب هخاف ليه؟ تخاف من ربك لما؟ خوفك من ربك جل وعلا لأنك قد تعمل عملك كله طويلة حياتك وليس فيه مرضاة الله. ممكن واحد يقعد طول حياته بيصلي وبيصوم وبيصدق وبيعمل وبيترك، بس الأمر كله ايه؟ رياء، سمعة. حج فلان اتبرع ب1000 100,000 200,000. حج فلان ذبح ذبيحة واثنين وثلاثة ووزع وعمل وتن. عشان كده ربنا بيقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله ايه؟ مخلصين له الدين. النهارده احنا بنتكلم الظهر كنا بنقول ايه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. حتى هذه اللحظة كثير من الناس لم يعرفوا ولم يتعرفوا على الله. ناس كتير بتصلي وبتصوم بس ما تعرفش ربنا، لأنه لو عرف ربه لخاف ربه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراك ما عمر، قال لو أن الله كتب لجميع خلقه دخول الجنة إلا رجل لظننت أني ذاك. وهو مبشر بالشهادة ومبشر بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقول لو ربنا قال كل أهل الأرض في الجنة إلا واحد لظننت أنه أنا. سيدنا عثمان بن عفان رجل تستحي منه ملائكة السماء، وقال لو أن لي قدم في الجنة وقدم خارجها ما أمنت مكر الله. عشان كده العلماء بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو قوله الله. وانا بشكر الشيخ محمد انه وقف على كلمة الله كم مرة. الله، قال العلماء الله هو الاسم العلم المفرد الدال على وحدانية الله. فأنت تقول الله، تقول الرحمن اسم من أسماء الله، وتقول القدوس اسم من أسماء الله، وتقول الملك اسم من أسماء الله، فتنسب كل الأسماء إلى لفظ الجلالة الله. عشان كده في أواخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام كل هذه الأسماء تنسب بلفظ الجلالة إيه؟ الله. فقال العلماء الله هو الاسم العلم المفرد الدال على وحدانية الله. احفظ الرقم اللي جاي، لفظ الله كم مرة ذكر في القرآن؟ كم؟ طب خد الرقم وسجله عندك. 2697 مرة. تاني، لفظ الله ذكر في القرآن الكريم 2697 مرة، وزود كمان 5 أتوا في القرآن بلفظ اللهم، يبقى العدد كام؟ 2702 مرة. إذ لا تكاد صفحة من صفحات المصحف إلا وذكر فيها لفظ الجلالة الله. الله هو الاسم الذي إذا سئل به أعطى. الله هو الاسم الذي إذا دعي به أجاب. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه. الله هو الاسم الذي تستدفع به نزلات. الله هو الاسم الذي تتنزل به
به ومن أجله قامت الأرض والسماوات. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الرجل الأعرابي لما سمع ان في رسول، الرسول ايه؟ لا بد ان اذهب واسأل ذاك الرسول، والحديث في الصحيحين. شوف الرجل الأعرابي هيقول للنبي ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم هيرد عليه بايه. فيأتي رجل أعرابي إلى النبي فيقول: يا محمد، آتانا رسولك. النبي كان بيبعت الرسل يبلغوا من في رسول. آتانا رسولك فزعم أنه قد أرسل إليك. شوف الرجل هيسأل النبي ازاي. فقال له: يا محمد، بحق من خلق السماوات الله أرسلك؟ فقال النبي: الله، ولم يزد النبي. ثم قال الرجل: يا محمد، بحق من خلق الأرض الله أرسلك؟ فرد النبي قال: الله. فقال الرجل: يا محمد، بحق من خلق الجبال وجعلها أوتادا للأرض الله أرسلك؟ فقال النبي: الله. فقال: يا محمد، بحق من خلق السماوات وجعل فيها ما جعل الله أرسلك؟ فقال النبي: الله. فجمع الأعرابي كل الأسئلة في سؤال واحد. ما تصلى على حبيبك النبي. فقال: يا محمد، بحق من خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق الجبال وخلق الشمس والقمر وجعل في السماء ما فيها الله أرسلك؟ فقال النبي محمد: الله أرسلك. مش هطول عليك، خد كمان الحديث ده ونختم بيه عشان تعرف بس عظمة دينك وتعرف عظمة إسلامك وتعرف انت قد ايه مفرط في حق الله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد فجاء إليه حبر من أحبار اليهود. ومعنى حبر من أحبار اليهود يعني عالم من علماء اليهود. فبيقول للنبي ايه؟ هتوحد الله، صلى على رسول الله. اسمعني بس دقيقتين اتنين بس. فقال النبي حينما أتى إليه ذاك الحبر قال: يا محمد، يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تبارك وتعالى يضع السماوات على إصبع ويضع الأراضين على إصبع ويضع الماء والثرى على إصبع ويضع الشجر والدواب على إصبع ويضع سائر الخلائق على إصبع. يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع ويضع الأراضين على إصبع ويضع الماء والثرى على إصبع ويضع الشجر والدواب على إصبع ويضع سائر الخلائق على إصبع ويهزهن هزا ويقول: أنا الملك، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ النبي، يعني أسنان النبي. ثم قال النبي مصداقا لخبر الحبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لذلك تعرف على ربك، فإذا عرفت ربك علمت كم هو رحيم، وكم هو رؤوف، وكم هو ودود، وكم يريد منك أن تتقرب إليه. معلش دقيقة واحدة بس كمان يعني عشان تعرف عظمة ربنا. في قول في الأثر بتكلم عن سيدنا موسى، ويعني الأمر دونت عشان خاطر الست الوالدة، عشان نعرف بس فضل الأم قد إيه إن الأم بتحب إن يكون ليها ولد. فامرأة ذهبت لسيدنا موسى قالت له: يا موسى ادعي لي ربك، ادعو الله جل وعلا أن يعطيني ولد. فسيدنا موسى أم رفع إيده وقال: يا رب إنها جاءت تدعوك وأنا أدعو لها أن ترزقها ولد. فقال الله جل وعلا: يا موسى لقد كتبتها عقيم، مولودة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة. فالمرأة مكتوبة في قدر الله أنها عقيم. فتمشي المرأة ثم تأتي العام الذي بعده: يا موسى ادعو الله أن يرزقني ولد. يا ست ما هو قال انت عقيم، ادعي بس. فدعا ربها فقال الله جل وعلا: يا موسى لقد كتبتها عقيم. فعادت المرأة السنة اللي بعدها المرة الثانية: يا موسى ادعو الله لي أن يرزقني ولد. فدعا ربه فقال الله: يا موسى لقد كتبتها عقيم. السنة اللي بعدها الست جت لسيدنا موسى وشايل على ايديها جنين. فقال موسى: ابن من هذا؟ قالت: ابني خرج من رحمي وأتى من صلب أبي. ابني خرج من رحمي وخرج من صلب أبي ومن ربي به علي. فالمرأة استعجبت، سيدنا موسى استعجب من فعل المرأة. فقال سيدنا موسى: يا رب دعوتك أن ترزقها ولدا فكنت تقول عقيم. اسمع لرحمة ربنا بعد ما توحد ربك وتصلي على حبيبك النبي. فقال الحبيب موسى عليه السلام: يا رب أدعوك فتقول عقيم. فقال الله: يا موسى كنت تبلغها أنها عقيم فتتولى عنك يا موسى وتقول رب رحيم. وتقول رب رحيم، فما بالك برحمن السماوات والأرض، فما بالك برحيم السماوات والأرض. لو أعطى كل خلقه مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء، لكن ينقصك أن تتعلق بقلبك يقينا بربك. فإذا تعلقت يقينا بربك والله الذي لا إله غيره لأعطاك ربك سؤلك. فأسأل الله جل وعلا أن يعطي الجميع سؤله، وأسأل الله جل وعلا في علياء سمائه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحمنا وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحماته. اللهم يا أكرم الأكرمين اجعلها من أهل اليمين في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم جاف الأرض عن جنبيها، اجعل يا رب هذه الليلة أسعد لياليها، اجعل يا ربنا قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله يا ربنا حفرة من حفر النيران. يا أكرم الأكرمين كلها ولا تكن عليها، شفع فيها نبيك ومصطفاك، اسقها من يد حبيبك شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. يا ربنا وسع لها مدخلها وألبسها من هلل الجنة ومن ثياب الجنة. اللهم يا أكرم الأكرمين لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها ولسائر موتى المسلمين أجمعين، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا أكرم الأكرمين
الأكرمين تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا ربنا كل الذنوب، واجعل يا ربنا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.